اهلا بيكم. عندنا تعديل معماري داخل الغرفه اللي موجوده معانا دي، هي غرفه ماستر. تعال نشرح لكم ايه التعديل المعماري وفرق في ايه التعديل المعماري داخل الغرفه. على سبيل المثال ده البلان، تعالى كده هندسه، ده البلان بتاع الكومباوند نفسه، تمام، بتاع الفيلا، تمام، اللي احنا مستلمينه من الكومباوند. احنا عندنا الغرفه الماستر بابها من هنا، خلاص كل المساحه دي فاضيه خالص، تمام. المفروض ان احنا هنعمل هنا اوفيس، وهشرح لكم دي في فيديو تاني ان شاء الله. فالغرفه ببدا بدخل من هنا، تمام، وعندي طبعا الجدار اللي مبني ده، خلاص. بعد كده بدخل هنا الدريسنج، وعندي باب الحمام بتاع الدريسنج من جوه. طيب ايه التعديل المعماري اللي احنا عملناه؟ بكل بساطه التعديل المعماري وسع معايا الفراغ بشكل كويس، وفي نفس الوقت ضاف لي مساحه زياده داخل الدريسنج. على سبيل المثال احنا عملنا تعديل معماري زي ما حضراتكم كده شايفين، كسرنا كل الجدار ده، خلاص، وهنبدا نعمل بابنا من هنا كده بالظبط. خلاص باب الدخول هيبقى من هنا، هنعمل هنا محاكيه 30 سم، وباب الدخول يبقى من هنا، فاصبح ان المساحه اللي كانت مهدره دي دخلت جوه، تمام. طيب وهنفتح باب الحمام من هنا. ليه نفتح باب الحمام من هنا؟ عشان خاطر الدريسنج بابه مدخله من هنا، فمهدر معايا المساحه دي في الفرش، تمام. فاحنا هنخلي الباب من هنا ونقفل مباني هنا في الجزئيه دي، تمام. حاجه تانية برضو، هو هنا بس في غلطه، ان الكومباوند مدينا البلان ان دي مساحه الجدار ده 95 سم، هي فعلي 120، فاحنا كسرنا منه شويه زي ما حضراتكم كده شايفين، ووسع معايا الفراغ، فاصبح ان انا بقيت الدريسنج بتاعي بقى فرشه كامل حرف ال هنا، بدل ما كان الجزء ده كله مهدر معايا. فضاف لي ان الغرفه مساحتها كبرت، وفي نفس الوقت الدريسنج مساحته واستغلاله في التخزين بقت اكبر. زي ما حضراتكم كده شايفين، ده بقى البلان اللي احنا عملناه 2 دي، تمام. خلاص خلينا باب الغرفه بقى من هنا كده، فاصبح عندي كل المساحه دي بقت معايا. الاول كان الجدار مبني هنا كده، وفتحت باب الحمام زي ما حضراتكم كده شايفين في الصوره، فتحت باب الحمام من جوه هنا على طول، وقفلت الباب اللي كان هنا، فاصبح عندي فرش الدريسنج زي ما حضراتكم كده شايفين في المساحه، فرق جدا معايا. بقى عندي كمان هنا تاسيس شاشه، وان شاء الله نبقى اوري لحضراتكم التصميم من 3 دي برضو. وزي ما حضراتكم كده شايفين كل المساحه بقت دي معايا فاضيه، الغرفه وسعت، وفي نفس الوقت فرش الدريسنج فرق موجوده معايا. احنا كسرنا الباب ده، فتحنا باب الحمام من بره، وهنسد الحمام ده، هنبني مباني هنا، فاصبح يكون عندي فرش موجود يمين وشمال. المساحه الفعليه داخل الدريسنج هيبقى الدريسنج الفرش بس في الجدار ده، بدل ما هو 60 سم يبقى 40 سم، اقدر احط فيه الاكسسوارات والحاجات البسيطه من الملابس. وهيكمل معايا حرف ال اللي موجود معايا. والغرفه زي ما حضراتكم كده شايفين في الفيديو بقت مساحتها اوسع، واستغلالها هيكون افضل ان شاء الله. شكرا ليكم، منتظر راي حضراتكم. السلام عليكم.